عمركم شفتوا حد بيخسر شقة عمره كله علشان وثق في أقرب الناس ليه؟ اللي هحكيهولكم ده مش فيلم، ده اللي حصل بالظبط. واحد مغترب بقاله 10 سنين بياكل في نفسه في الغربة، بينزل في السنة شهر واحد عشان يأمن مستقبل عياله. كان بيحاول كل قرش كسبه بعرق جبينه لمراته، يشتري أرض، شقة، دهب. كان فكره إن هو بيأمن ظهره لحد ما جه اليوم اللي نزل فيه أجازة مفاجأة من غير ما يقول. فتح باب الشقة، لقى الشقة فاضية والدهب مش موجود. والأصعب من كده إنه لما جه يدور على العقود اللي دافع فيها دم قلبه، لقاها كلها مكتوبة باسمها هي وبس. ولما واجهها قالت له ده حقي، 8 سنين غربتك. تخيلوا السنين دي راحت والفلوس راحت وحتى الصدمة هدت حيل الراجل. الغربة مش بس سفر وتعب، الغربة بتعرفك مين اللي صاين غيبتك ومين اللي مستني غيبتك عشان ياخد حقك وياخد مكانك. الأمان حلو، بس الثقة العامية ساعات بتبقى هي القاضية. لو كنتوا مكان الراجل ده كنتوا هتعملوا ايه؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ومستنية حكاياتكم علشان القناة دي بتكبر بكم انتوا بس. مع السلامة.